السلام عليكم. كاين بزاف ناس عندهم اراضي من زمان وكيداروا المسح العقاري لقاوها انكتبت غلطه باسم الدوله ولا باسم البلديه ولا محسوبه من الاملاك اللي ما طالب بها حتى واحد. قانون الماليه 2025 جاب حل هذه المشكله بطريقه قانونيه. قعد معايا باش تفهم اش تقدر دير باش ترد ارضك. المادة 166 مكرر من قانون المالية 2025 بدلت المادة 23 مكرر من الأمر 74/75. واش معناها؟ معناها اللي لقى أرضه كتبت غلطة باسم الدولة ولا البلدية يقدر يدير طلب باش يسوي الوضعية. دروك انت اش لازم دير؟ تجيب وراق يثبتوا بلي هذيك الأرض تاعك، والوراق اللي يقبلوها هي عقد ملكية مشهر يعني مصرح به في دار التراب، شهادة الحيازة المشهرة اللي جابها قانون 25/90، معناتها تجيب ورقة تثبت باللي هاد الأرض تاعك ورقم مسجلها في دار التراب، ولا عقود قديمة كنتو كاتبينها عند كاتب عمومي معليش لا بغاها تمشي مسجلة في دار التراب. عقود إدارية قديمة دارها رئيس البلدية قبل 1990 شهية هادو كان وراق يمدهم المير بكري كيما شهادة ملكية ولا عقود بيع بصح ماشي مسجلة في دار التراب. بغيت ندير واحد الملاحظة هنا، العقود اللي راها مسجلة أي تشهرت بعد 5 جويلية 1975 ما يدخلوش في هاد التسوية، خاطر النظام ولا شهرة عينية والعقد المشهر بعد هاد التاريخ أصلا راه عندها قوة قانونيا. الأجل ولا المدة دروك عندك 15 عام في يدك باش دير هاد الطلب، تبدأ من 1 يناير 2025 حتى 2040. كيفاش دير الطلب؟ تروح دير استمارة خاصة وتدي معاك نسخة من بطاقة التعريف، الوراق اللي يبينوا بلي الأرض تاعك، من بعد يسجلوا الطلب تاعك ويعطوك ورقة، يعني يعطوك وصل إيداع. هنا كاين واحد الفرق في اللي يتكفل بالملف. إذا كانت الوثائق تاعك مشهرة المحافظ العقاري هو اللي يتكفل بيه، وإذا كانت مشي مشهرة مديرية المسح والحفظ العقاري هي اللي تشوف الملف وتشوف إذا تقبله ولا لا. في الاخير بغيت نقول لك ما تضيعش الفرصه اذا كنت من الناس اللي عندهم اراضي كتبت باسم الدوله غلطه. هذه فرصتك باش تسوي وضعيتك قانونيا بلا ما تروح المحكمه. بارطاجي الفيديو مع الناس اللي تهمهم هذه المعلومه وخلي تعليق اذا عندك سؤال قانوني. واذا عجبكم المحتوى ما تنسوش تشتركوا في قناتي باش يوصلكم كل شيء جديد. بسلامه.